زمان بوعنبة، زمان بوعنبة. عسلامتكم. زمان بوعنبة بدات. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أصدرت بيان مشترك مع منظمات حقوقية تونسية أخرى بتاريخ 29 جانفي 2009، وكان هالبيان بخصوص لاجئين تونسيين في سويسرا يتهددهم خطر التسليم للبوليس التونسي وقتها. اللاجئين التونسيين منهم عبد الكريم البجاوي اللي وقفوه في تونس عام 93 وعدى 10 شهور إيقاف بتهمة الانتماء لجمعية غير مرخص فيها، وتواصلت المضايقات عليه، وهو الأمر اللي خلاه يغادر تونس للبوسنة والهرسك واللي عدى فيها 7 سنين، ومنها هرب لسويسرا في جانفي 2003. وبنفس التهمة وهي الانتماء لجمعية غير مرخص فيها تحاكم سفيان بن علي عام 1987 في المحكمة العسكرية بتونس، القائمة تضم أشخاص أخرين وهما اللي شملهم البيان المشترك الصادر في 29 جانفي 2009 عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. نفوذ السلطة وقتها كان يوصل لسويسرا، زعما اليوم وين يوصل؟ زمان بوعنبة، زمان بوعنبة.